النهارده هقولك على وصفه جباره لصابون المواعين، اللي هو صابون الفريق اللي احنا بنغسل بيه الاطباق والحلل والكوبايات الازاز. هتخلي المواعين بتاعتك قشطه، وكمان الازاز معاكي هيبرق كده. اهم حاجه تتابعي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي كل التفاصيل، وما تنسيش بالاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان توصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. واتمنى كمان ما تنسيش تديني لايك للفيديو. زي ما انتم شايفين ده منتج اسمه سوبر لكس. سوبر لوكس ده هتلاقيه موجود عند جميع المنظفات، محلات منظفات، اي منظفات، يعني اللي هي بمعنى اصح اللي هي بتبقى صابونه، اللي هي بيتباع عنده الصابون والشامبو، هتلاقي موجود المنتج ده. بصراحه جبار جدا. في منه الازرق برضو، الازرق انا جربت قبل كده في وصفه وكان جميل جدا، بس المنتج ده طلع اللي هو الاصفر. برضو الاصفر جميل، ما فيش اي مشكله. بصراحه جربت على الكوبايات الازاز، خلاها لمعه طريقه جميله وكمان يعني الوصفه نفسها جباره. هنا انا معايا الاول حاجه لتر من الميه، وبقلبه كويس جدا بالمعجون بتاعه. هو كاتب لك يعني الوصفه في ظهر الكيس. هنا ده المعجون، هتنزلي كل الكميه، ولو فضل برضو شويه زي ما انتم شايفين كده معايا في الكيس، قبوا عليه ميه وقلبوه كويس جدا، ونزلوه برضو في اللتر من الميه لغايه ما تخلصي كل المعجون، عشان هو ده اللي هيدينا سمك للصابون ويخليه يقعد معايا فتره، ويوفر معاكي. طبعا هيوفر معاكي اكتر من 2 3 كيلو 4 كيلو، لان انا السعر ده جبته ب20 جنيه. تخيلوا بقى انتوا بتجيبوا الكيلو بكام، احسبوها كده واحسبوها على 8 لتر، هتلاقي بتوفر كتير جدا. وبيقعد كمان معاكي يعني وقت طويل. هنا بعد ما بتقلبي كويس وتحسيه يعني بيدخل معاكي او يتقل، ابدأي اللي انت حطي اللون بتاعك وقلبي كويس جدا. واقعدي قلبي كويس جدا ما تلاحظي ان المكونات اتجانست مع بعضها، يعني بمعنى اصح المعجون اللي هو الصابون مع اللون، بتقعدي تقلبيه كويس جدا كده لغايه ما يعمل معاكي رغوه. ابدأي بقى ضيفي ال7 لتر بس بالتدريج زي ما انتوا شايفين. وعندك عصايه بقى، عندك اي حاجه، اقعدي قلبي فيها كويس جدا لغايه ما يعمل رغوه معاكي. الرغوه بصراحه كانت تحفه زي ما انتوا شايفين، بس انا بسرع الفيديو. يعني الفيديو ده انا كبيت الميه بسرعه عشان انا مسرعاه عشان الفيديو ما يطولش معاكم، بس انت بتكبيه بالراحه. يعني مثلا بتعايري بحاجه، ممكن تكبي لتر عشان بس القوام يتقل معاكي. ممكن تعملها 6 كيلو او 7 كيلو وكمان هيتقل. وانت ما بتيجي تصبني، ابدأي ضيفي شويه ميه في شويه ميه عشان تستخدمي، وكمان يقعد معاكي فتره اطول. زي ما انتوا شايفين كده بتقعدي تقلبي كويس جدا عشان لغايه ما يعمل رغوه كبيره معاكم، وبتسيبوها ساعتين واتفرجي بقى على جمال الصابون. هتلاقيه تقيل، وما تيجي تصبنيه خصوصا كوبايه الازاز هتشوف النظافه في كوبايه الازاز بجد. هتلاقي الكوبايه كده بتبرق عامله زي اللؤلؤ. زي ما انتوا شايفين كده بتقعدي تقلبوا كويس جدا لغايه لما الرغوه، يعني تحس الرغوه وتقل معاكم وانتوا بتقلبوه، وبتسيبيه ساعتين بقى هيتقل بقى التول زي ما احنا بنجيبه بالصبانه او المحلات اللي هي المنظفات. زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي، شكله تحفه. ان شاء الله هتجربوه هيعجبكم جدا. نسمي الله ونصلي على رسول رب البصر.